فاطمه، يا فاطمه. ايوه يا محمد، عايز حاجه؟ انت فين؟ بتعملي ايه عندك؟ انا بحضر الفطار. سيبي اللي في ايدك وتعالي شوفي لي الشراب البني. الشراب ده وسخ في الحمام. تعالي هنا وكلميني. ايوه ايوه يا حبيبي، اصل انا ما لحقتش اغسل الغسيل امبارح لاني كنت تعبانه. روح البس واحد غيره. البس شراب كحلي على بدله بني، يبقى انت بتفهمي في الذوق انت. طب غير البدله. ما عنديش وقت يا ست هانم، اتاخرت ولسه المشوار طويل. ما انا كمان زيك يا محمد. يعني ايه زيي؟ لا طبعا حضرتك ما انت زيي ابدا، انا راجل وانت ست. ايوه ست، لكن بتشتغل زيك زيها. انت بتعايريني؟ اقعدي في البيت. واجره البيت مين اللي يدفعها؟ مش شرطك؟ مش ده البيت اللي عجبك؟ انا ما عجبنيش، بس ما كانش فيه قدامنا غيره. ما انت اللي متصربعه على الجواز. يا خبر، الساعه بقت 7 كده. عاجبك كده؟ يلا بينا يا فالحه. مالك يا فاطمه؟ حاطه ايديكي كده ليه؟ انت تعبانه؟ تعبانه قوي يا امل، مش قادره. حاسه بايه؟ كل جسمي مكسر. من ايه؟ من شغل البيت والشغل والمواصلات. تصوري، انا بصحى كل يوم الساعه 5 صباحا عشان احضر الفطار، ومحمد يصحى 6 وننزل من البيت الساعه 7 عشان الحق اجي. والحمد لله اغلب جدولي الحصه التانية. طب لما تروحي ابقي نامي الظهر شويه. انام امتى؟ اذا كنت بوصل البيت الساعه 4 يا دوبك اكمل بقيه الاكل ونتغدى، وبعدين انضف الشقه واغسل المواعين. ومحمد ما يغسلهمش ليه؟ هو ما بيساعدكيش في البيت؟ يساعدني مين؟ كل ما اقول له يقول لي ده من اختصاص الست. حتى الخضار واللحمه ما بيرضاش يجيبهم. طب وبعدين؟ ده انت تهلاكي كده. شوفي لك شغاله ولا اي حد يساعدك. شغاله؟ انت بتتريقي؟ انت عارفه الشغاله دلوقتي بتاخد كام؟ اكتر مني ومنك، رغم اننا ليسانس اداب. يبقى ما تجيبيش سيرتهم، يجعل كلامنا خفيف عليهم. بس التعب واضح عليكي خالص. مش عارفه، بقالي 4 اشهر جواز كانهم 4 سنين. تعبت قوي. مش قلتلك انه اول شهر بس هو اللي عسل والباقي بصل؟ وكله كوم وعصبيته كوم. تصوري لو مره جه من بره ما لقاش الاكل استوى يروح رامي الحله على الارض. ايه؟ يدلق الاكل؟ ايوه، اللي تعبت فيه وطلع عيني لغايه ما خلصته. وانتي تسكتي؟ اعمل ايه يا امل؟ بخاف احسن يضربني. يضربك؟ اهو ده بقى اللي ناقص. اوعي تخليه يمد ايديه عليكي ابدا. عشان كده لما بلاقيه عصبي ما بحاولش اقف قدامه، بسيبه يكسر او يعمل اي حاجه ينفذ فيها. على الاقل لازم يحس بالغلط اللي بيعمله. ابقي خصميه، ما تكلمهوش كده يجي يومين 3. حصل، وقعد يتاسف ويبوس في راسي لغايه ما صالحته، وتاني يوم يرجع تاني. لا، ده عايز دكتور نفساني. اتاخرت ليه يا ست هانم؟ اصلي وقفت على محطه المترو كتير قوي، يظهر كان في عطله او الكهرباء مقطوعه. مش معقول اللي بيحصل ده، كل يوم اتغدى الساعه 5 وانا هنا من الساعه 3. طب يا اخي سخن الاكل واقعد كل. نعم، اسخن ايه؟ اهو ده اللي ناقص. يا هانم انا عمري ما عملت لنفسي كوبايه شاي، انت لازم بتخرفي. لا يا محمد، انا ما بخرفش. انت مش ليك ايدين زي ما انا ليا؟ هو انت ايه يا اخي؟ مش انسان زي ما انا انسانه؟ لا يا اختي، لا يا ست هانم، فرق شاسع قوي بيني وبينك، ده حتى ربنا فضل الذكر على الانثى. انت لو بتعرف ربنا كنت رحمتني. هو انا ايه؟ الجاريه اللي اشتريتها؟ انا خلاص زهقت منك ومن عيشتك، طلقني. بتقول ايه؟ اطلقك؟ ايوه طلقني يا محمد. وهنا عليك تطلعي الكلمه دي من بقك؟ زي ما هان عليك، مش راضي تساعدني في اي حاجه مع اني بشتغل زيك. بعد 4 اشهر بس تطلبي الطلاق؟ ولا عايزه تروحي تتجوزي الجزار بتاعكم؟ الجزار يمكن يكون عنده رحمه عنك. رحمه منين وهو طول النهار عمال يدبح في البهايم ويقطع في اجسامهم؟ فعلا، لكن انت بقى بتقطع في انسانه مش في حيوان، وانسانه بتقول انك بتحبها. فعلا بحبك يا فاطمه، اذا كان عندك اي شك في حبي صرحيني. انا متاكده انك بتحبني، لكن برضو متاكده انك مريض ولازم تروح لدكتور عشان تتعالج. انا مريض؟ ايوه يا هانم يا مثقفه. ها، اكتشفتي مرض ازاي؟ من انهي كتاب علم نفس قريتيه؟ انا ما بقراش كتب، وانت عارف ليه؟ علشان ما بتحبيش القرايه زي انا ما بحبها. لا يا سيدي، عشان ما عنديش وقت زي جنابك، قاعد من ساعه ما تروح من شغلك يا اما تحل كلمات متقاطعه يا تقرا جرايد. علشان تعرفي ان جوزك انسان مثقف مش جاهل. اذا كنت مثقف حقيقي كان لازم تحس بالانسانه اللي عايشه معاك قد ايه بتعاني من الحياه وعندها احباط. احباط؟ اهي دي بقى كلمه جديده. برافو، عرفت تتكلمي اهو. انا اللي عرفت اتكلم؟ طب اسمع بقى، انت انسان لا مثقف ولا حاجه.